تخيل كده وانت قاعد معايا قد ايه العالم حوالينا بيتغير بشكل غير طبيعي وسريع جدا. كل يوم بنشوف حاجات جديدة، وكل ما بنطلع خطوة لقدام بنلاقي نفسنا دخلنا في مرحلة أعلى وأكبر. بس في لحظات كده بتحصل طفرات تقلب حياتنا من فوق لتحت، وبتغير كل حاجة حوالينا، من طريقة حياتنا لشغلنا ليومنا كله بالكامل. فلو رجعنا بالزمن شوية لورا هنلاقي ان مثلا اكتشاف الفحم واستخدامه في تشغيل الآلات بالمحرك البخاري في القرن ال18 عمل طفرة جبارة في الصناعات، لدرجة انهم سموا الفترة دي بالثورة الصناعية. تخيل بقى وقتها المجتمع اتحول من مجتمع زراعي بحت لمجتمع صناعي، وظهرت وظائف جديدة زي عمال المصانع والمهندسين، وفضلت الناس تسأل وقتها ايه اللي جاي بعد كده. لكن الموضوع ما وقفش لحد هنا، وبعد الثورة الصناعية جه العصر اللي فات وهو عصر اكتشاف الكمبيوتر. ولما الكمبيوتر ظهر غير الدنيا كلها، وظائف كتير جدا بقت معتمدة على التكنولوجيا والكمبيوتر، والمجتمع بدأ يستغنى تدريجيا عن معظم الوظائف. ونيجي بقى لأيامنا دي اللي دخل فيها الذكاء الاصطناعي بقوة جدا، مع انه لسه في بداياته وتحكم في حاجات كتير وغير شكل معظم الاستخدامات. وبدأت الناس تسأل تاني ايه اللي جاي بعد كده؟ وفي تخوفات حقيقية من الذكاء الاصطناعي انه هيأثر على الوظائف الحالية، وبعضها ممكن يختفي تماما. وفي دراسة أصدرتها شركة الاستشارات المهنية الأمريكية ماكنزي عام 2019 توقعت إن 800 مليون عامل على مستوى العالم هيفقدوا وظائفهم بحلول عام 2030، وسيتم استبدالهم بالأنظمة الآلية، فيما إننا هنحتاج ل 375 مليون شخص إنه يتعلم مهارات جديدة ويغير الوظيفة بتاعته اللي كان شغالها عشان يلائم سوق العمل. إيه نوع الوظائف اللي هيكون مهدد إنه ما يكونش موجود بعد كده؟ عندنا وظيفة زي وظيفة الكاشير أو البيع بالتجزئة، دول من ضمن الوظائف اللي هيتم استبدالهم بأنظمة الدفع الآلية والنو كاش والحاجات المتطورة اللي بقت موجودة حديثا، ده غير طبعا إمكانيات ال AI وتدخلها في حاجة زي كده. ومن الشغلانات التانية هو المحاسبين، لأن الذكاء الاصطناعي هيكون أسرع وأدق في تحليل البيانات المالية، والموضوع حرفيا مش هياخد أكتر من ثواني معدودة عشان يطلع لك بعملية حسابية كاملة لجميع حسابات الشركة بتاعتك. حتى الصحفيين والإعلاميين الذكاء الاصطناعي هيقدر يكتب تقارير إخبارية بمنتهى الدقة على حسب نقاط بسيطة جدا تقدر انك توضحها له يبني عليها موضوع كامل. خاصة كمان ان تطور ال AI بدأ حاليا ياخد منحنى جديد، مع انه لسه ظاهر من وقت بسيط. ومن ضمن الوظائف التانية هي خدمة العملاء. الذكاء الاصطناعي هيقوم بالدور ده بمهارة متناهية، خاصة ان هو بعد فترة من تحليل طريقة كلام البشر والرد على الأسئلة وسرعة البديهة الكاملة في التعامل مع الأسئلة اللي بتتوجه له والرد عليها، الموضوع بقى خطير جدا. ومن ضمن الأمثلة اللي احنا هنذكرها هو الفويس اوفر. ال AI حاليا دلوقتي قدر يقلد أسلوب البشر بشكل كامل في الإلقاء والكلام، لدرجة ان هو حاليا بيقدر يقلد صوت النفس أثناء الكلام، يعني عامل تحليل شخصية كامل للبشر، وبيقدر يتعامل بنفس نبرة الصوت ونفس طريقة الكلام. حتى كمان ممكن تديله اوردر ان هو يتعامل بعاطفة اثناء الكلام، او انه يتكلم باسلوب مشوق، او انك تحدد له لغة معينة يتكلم بالعامية فيها. واخر مثالين معانا هو الترجمة والداتا انتري او الادخال البيانات. بالنسبة للترجمة، الترجمة تعتبر من الوظائف القديمة اللي سهلت على البشر التواصل مع بعضهم، إلا أن بعد التطور التكنولوجي الحديث بدأ فكرة العمل في الترجمة يقل جدا في السوق. ومن آخر التحديثات اللي موجودة حاليا عندنا زي مثال سامسونج دلوقتي في الأجهزة الجديدة بتاعتها بداية من S20 Ultra، بدأ ينزل نظام حاليا دلوقتي في الموبايل إنك ممكن دلوقتي وأنت بتتكلم مكالمة فورية كاتصال عادي جدا، لو أنت بتتحدث مع حد تاني وهو جنسية أخرى وبيتكلم مثلا الفرنسية، يقدر هو من خلاله يعمل اللغة من عنده العربية، وأنت من خلالك تعمل ترجمة من عندك للفرنسية. هيسمع صوتك بشكل مباشر بدون ما تترجم باللغة الفرنسية، وانت في الاتجاه التاني هتقدر تسمع صوته باللغة العربية وكأنك بتتكلم مع حد من أهل لغتك. وده تطور عظيم جدا في وقت قليل وبسيط زي ما قلنا. ونيجي بقى لآخر مثال وهو الداتا انتري أو إدخال البيانات اللي اتكلمنا عنه. بالنسبة للداتا انتري أو إدخال البيانات، فدي من الشغلانات اللي بنسبة 100% هتختفي. أبسط شيء يقدر يقدمه ليك الذكاء الاصطناعي أو ال AI هو تحليل البيانات وإدخالها بشكل بسيط جدا في عملية لا تستغرق لحظات. وده كان آخر مثال معانا. طبعا في الحلقة دي احنا كنا بنجاوب على سؤال تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف الحالية، لكن برضو عايزين نوضح نقطة ان الذكاء الاصطناعي هيساعد في بعض الوظائف اللي موجودة حاليا بشكل كبير جدا، وانه طبعا مفيد في نطاق معين. لكن الرسالة الأهم من الحلقة انك لازم تواكب العصر الحديث وتتعلم مهارات جديدة تقدر من خلالها ان انت تواكب التطورات اللي موجودة حوالينا،
عشان كده لو انت في مجال من المجالات اللي انا ذكرتها لازم تبدأ من دلوقتي تطور من نفسك في المجال بتاعك علشان ما تبقاش زي الناس اللي فاتت وتبقى جزء من اللي جاي. بس كده، وده كان نهاية حلقتنا النهاردة من خلطبيطة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك للحلقة لتشجيعنا على تقديم محتوى أفضل، وممكن كمان تكتبوا لنا في الكومنتات حابين الحلقات الجاية تكون عن ايه.